السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية وإلى عموم المواطنين في موضوع بالغ الأهمية وجوهر أمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية والإدارة الترابية أو المجالس المنتخبة والمصالح الجاوية للقطاعات الوزارية. كما أقصد أيضا مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن كيفما كان نوعها، فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف الوأجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منها. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات